الله يحييكم. طبعا نادي مربط الشايب كان اسمه سابقا مربط رائد الجنوب إلى عام 1426. كانت بداياته طبعا من الثمانينات الميلادية على يد والدي رحمة الله عليه. والآن في عام 1426 تأسس مربط رائد الجنوب بشكل رسمي معترف من وزارة الزراعة في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وكان مسجل ضمن المركز، واستمر إلى عام 1436 وتغير اسمه من مربط رائد الجنوب إلى مربط الشايب نسبة لوالدي رحمة الله عليه، وكعرفانا منا بالشخص اللي دخلنا في هذا العالم وحببنا في الخيل. طبعا كان موجود عندنا فحل من إنتاج وزارة الزراعة، فحل كان منحة كريمة من وزارة الزراعة إلى المنطقة، اسمه الفحل واثق ديراب، ابن فحل عالمي HW. وكان الفحل إعارة للمنطقة استمر 7 سنوات، والحمد لله إنتاجاته موجودة في المنطقة، ولا زال الفحل في المنطقة، ولكن العير إلى مربطة. الآن ابن الفحل موجود عندنا ومفتوح لوجه الله تعالى. الفحل جدا دمه ممتاز وتراكيبه جدا ممتازة، إنتاجاته ما شاء الله تبارك الله فاخرة. وسلمكم الله الآن النادي الحمد لله ولك الحمد، وبفضل الله ثم بفضل تسهيلات حكومتنا الرشيدة في مسعاها أن تحقق طموحات الشباب وتسهيل أمورهم وتحقيق هواياتهم. فنحمد الله أصبح النادي رسمي بشكل نهائي، واعتمد الفسح بتاريخ 31/1/2023. والآن عندنا في النادي نظام إيواء، لدينا تعليم الفروسية، لدينا تعليم الفروسية للجنسين، لدينا طلاب ما شاء الله تبارك الله مجتهدين وأثبتوا وجودهم. واليوم كان الافتتاح وكان الحضور يا الله لك الحمد جدا رائع، يدل على حب الناس وحب الجمهور لهذه الرياضة العريقة، الرياضة التي في جينات كل إنسان عربي، في ديناته في دمه حب الخير. فالحمد لله العدد يشهد والحضور مميز، فرحب فيكم ونشكر محافظ بيش الدكتور خرافيل على ما يقدم لهذه المحافظة وما وجدناه من دعم للفرسان من أول يوم لدخول هذه المحافظة الكريمة اللي تناغم كرم هذا الإنسان مع شغف أهل المحافظة. فنشكره ونشكر رئيس مركز مسلية الأستاذ فيصل الجويش، ونرحب فيكم، ولا يسعنا إلا نقول حياكم الله في مربط الشايب. الله يحييكم.